المغرب بتصدير السيارة رقم مليون عبر ميناء طنجة المتوسط المنتجة بمصانع رونو المغرب، رقم يبرز حجم تنافسية هذا القطاع ضمن السوق العالمية، حيث تشكل نسبة صادرات المغرب ما يفوق 300 سيارة، أي ما يعادل 10% مما تنتجه مجموعة رونو على الصعيد العالمي. المغرب استطاع أن يصنع ويصدر مليون سيارة من صنف رونو خلال ال5 سنوات الماضية، مما يشكل 10% من مجموع إنتاج شركة رونو على المستوى العالمي. يجب تذكير بأن معمل طنجة يعد من بين أكبر الوحدات الثلاث على المستوى الدولي. هذا واحد العمل كبير اللي كان منذ سنوات حلم بالنسبة لنا الآن وتحقق بفعل واحد تضافر واحد العدد العوامل اللي فيها البنية التحتية، لكن فيها كذلك الثقة المتبادلة ما بين رونو والمملكة المغربية، فيها واحد الجهد اللي دار على مستوى الفاعلين في القطاع السيارات. ويعد مصنع رونو طنجة اليوم من المصانع الثلاثة الأوائل في العالم، حيث بلغت مجموع الصادرات لمعامل رونو بالمغرب مليون سيارة لحد اليوم، ليراهن بذلك المغرب خلال السنوات القليلة القادمة على الرفع من مستويات الإنتاج والتصدير. افتخار واعتزاز لهذا الميناء اللي كسب أرقام مهمة من ناحية التنافسية، واللي عطى المغرب واحد التنافسية على المستوى العالمي، واللي هو كيحقق كل المعايير على المستوى العالمي. قمنا بهذا الإنجاز في مدة قياسية. أول عملية لتصدير كانت سنة 2012، وهذه السنة حققنا رقم المليون سيارة، وهذا جاء نتيجة الجهود الجبارة لجميع الفاعلين، وأيضا ميناء طنجة المتوسط الذي قام بعمل جبار في هذا المجال. وبدوره ميناء طنجة المتوسط بإمكانياته اللوجستيكية وبنيته التحتية التي تعرف توسعا متواصلا يواكب التطور المتسارع لقطاع صناعة السيارات، ليكون بذلك المغرب قد انخرط ضمن منظومة أكبر المصنعين للسيارات وأجزائها في العالم. في خبر آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط